الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي في الله، معكم أخوكم معاذ، مجموعة تربية الحسون والكناري بشكل احترافي على الفيسبوك. إخوتي، اليوم راح نتكلم لكم إن شاء الله على الخواتم أو الحجول مثل ما نقول عليها، ولا الباق اللي نوضعوها الطيور تاعنا إن شاء الله. إخوتي، يعني بزاف ناس مبتدئين ما يعرفوش كيفاش يشريو هذه. يعني يكون عنده حسون ولا يروح مباشرة عند بائع الطيور يقول له أعطيني خاتم، خلاص ما يعرف أي معلومة أخرى عليها. وبالتالي هذا خطأ، لأنه يعني يوجد مقاسات، يوجد كل خاتم والقطر تاعها، يوجد يعني ألوان مختلفة. راح نفهمكم إن شاء الله باش المبتدئين تكون عندهم يعني فكرة يعني ملخصة وفكرة عامة، باش من بعد إن شاء الله ما يتاخدوش يعني نفس يعني ما يروحوش يديروا نفس الغلطة. طبعا اخواتي، مثل ما تعرفون ان الالوان تاع هذه الحجول لكم تشوفوها ما جاتش عبثا، يعني هكذا من ريصان درناها، لا، هذه الوان يعني دارتها جمعيات دوليه، يعني الالوان متفق عليها دوليا. يعني فين ما تروح في اوروبا، فين ما في دول العالم راح تلقى نفس اللون. يعني كل سنة عندها لون خاص به متفق عليه دوليا. ونظن اخواتي انكم كلكم شفتوا هذا الجدول، هذا راه منتشر في الانترنت كلكم تعرفوه. يعني كل سنة عندها لون خاص بها. مثلا العام اللي فات 2016 كان برتقالي، هذا العام يكون ازرق ان شاء الله، والعام الجاي باذن الله اذا ربي حيانا يكون احمر، وهكذا يعني حتى يعاود من جديد. طبعا اخواتي، يعني هذه الامور تعال يعني كما نقولوا يعني امور عامه، يعني نظن انكم كلكم راكم عارفينها ان شاء الله. طبعا خوتي، يعني كي نروحوا نشريو خاتم، يعني مثلا عندنا كناري، يوجد يعني كل خاتم والقطر تاعها، يعني شحال فيها يعني القطر. مثلا مثل ما تلاحظون اخواتي هنا، مثل ما تلاحظون هذه الاولى هذه 2.7 القطر تاعها 2.7، واللي تحتها 3. يعني كي تروح تشري كي يعطيك خاتم اقلبها هكا وشوف الرقم تاعها شحال، 2.7 ملم او 3 او 3.2 او الى اخره. يعني لانه مثلا تاع 3.2 القطر 3.2 ما نقدروش نديرو الحسون، لانه قادر ديره ولكن يعني رجل الحسون صغيره، وبالتالي كي راح تبيعه راح يشكو فيك، يقول لك مثلا هذا ماشي زايد في القفص، لهذا راح تدخل نفسك في متاهات. لهذا بالنسبه للحسون تشري له متوسط 2.7 القطر 2.7 مثل ما ترى. وايضا الكناري العادي تاعنا ديروا 2.7. مثلا اذا كان عندك موزايك دير له تاع 3 قطر 3 مثل ما ترون هذا اخواتي. لان الموزايك يعني تيب 1، يعني الرجل تاعو كبيره نوعا ما. وايضا يعني اذا مثلا عندك طائر الكناري المفتل فريزي تقدر تروح حتى 3.4 ملم، يعني انت على حسب الطائر اللي راهو عندك. طبعا خوتي راح تلقاو في الخاتم تاعك راح تلقاو شحال القطر تاعها. ايضا راح تلقاو هذه مثلا العنوان تاع الجمعيه اللي خدمت هذا الباق وتحتها 17، يعني 17 هي 2017. مثلا العام اللي فات كانت 16 واللي قبلها 15 الى اخره. يعني هذيك 17 ترمز الى 2017. طبعا خوتي راح تلقاو ايضا رقم مثلا رقم هذا مثلا تلقاو مثلا ب 13400 13400 هكذا. هذاك الرقم انت تاخذه في كناش، او اذا كان عندك مثلا طيور يعني لا راس تاخذ لك الرقم في كناش، لانه الفوائد تاعه كبيره اخوتي. مثلا هذا الطائر لا قدر الله مثلا يخونوه لك انت من بعد كي تروح للسوق مثلا تشك في واحد انه الطائر تاعك، تقبض هذا تقبض تشوف له رجله وتشوف هذا الرقم مباشره تعرفوا انه تاعك. او مثلا يكون ربي يفتح عليك تحل محل، فتدخل هذو الارقام تدخلهم في الحاسوب. من بعد واحد كي يجي يشتري عليك ما تروحش تبقى تحوس وكل شيء، يعني تطابي فقط هذا الرقم فيخرج لك العصفور تاعك بكل بساطه. يعني الناس هتخدم هكذا. لهذا اخوتي يعني امور جد سهله، ما فيهاش يعني امر كبير. فقط يعني هذا يعني الاقطار او القطر تاع الباق هذه تاعكم او الخاتم، يعني خذوا حذركم. لانه مثلا كاين ناس يصيدوا مقانن صغار على اي حال ويوضعوا لهم باق هكا. احنا نعرفوا ان الباق يعني يلزم تندار في للفرخ يعني في عمر 7 ايام، اكثر شيء يعني 8 9 ايام، لانه مر هذه الايام
رجلو راح تكبر وما نقدروش نبلاصيو له يعني الخاتم. وبهذا كاين ناس يصيدوا مقارن جدد يعني خلوي ويجيب له قطر كبير ويوضحوا له، انت من بعد تحسب انه راه باقي وزايد في القفص وهو مصطاد في الحقيقة. لهذا خوتي خذوا حذركم، ونتمنى ان شاء الله الموضوع يفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.